السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناة فاطمة إبو للتنظيم والوصفات. فيديو جديد وصفة أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم غنشارك معكم طاجين بالكفتة والجلبانة بطريقة سهلة وبسيطة. نتمنى ينال إعجابكم ويلبي الطلب ديالكم، وإن شاء الله يكون من بين الاقتراحات السهلة اللي ديما كطلبوها في القناة. وكيف العادة إن شاء الله ما نطولش عليكم، نمشيو نشوفوا المقادير ونشوفوا كذلك الطريقة اللي غنحضروا بها الطاجين هذا، وعلى بركة الله. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، عندي 500 غرام ديال الكفته، عندي جوج بصلات مشلضين، جوج مطيشات هما مشلضين، عندي زيت الزيتون، قزبره ومعدنوس مقطعين، عندي جلبانه، عندي بودره الثوم معلقه صغيره، عندي معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، عندي ديال معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الابزار اللي هو فلفل اسود، وعندي كذلك معلقه ديال الملحه. بالنسبه للطريقه، كنوضعوا طاجين ديالنا. ما كانش طاجين متوفر ممكن ديري اي قدر عندك متوفر. كنضيف زيت الزيتون مباشره، وكنضيف عليها البصله ديالي، وغادي نخليو هاد البصله تشحر لينا مزيان حتى تنزل مع التوابل اللي انا ديجا اقترحتها عليكم اولا اللي انني قلتها. انا ضفت الملحه مباشره، ضفت الابزار، غنضيف الخرقوم البلدي اللي هو الكركم، عندي سكينجبير وبودره ديال الثوم وشويه ديال الربيع. هادو هما العناصر اللي غادي نضيف على هاد البصيله هادي. غنسد عليها ونخليها حتى تدبل ليا ديك البصله كما كتشوفوا معايا، ومباشره كنضيف عليها طماطم باش تطلق لنا داك الماء اللي غادي طيب فيه الكفته ديالنا. فهنا الطاجين ديالنا ما غاديش نضيفوا ليه حتى قطره ديال الماء، فقط ديك الطماطم والبصله هي اللي غطيب فيها الكفته بحكم انها كطيب دغيا. وبالنسبه للكفته فكيبقى لكم الاختيار، انا هنايا درت ديال لادند، وانتم ضيفوا الكفته اللي بغيتو ممكن تستعملوها. مباشره من بعد ما استفت الكفته ديالي ضفت عليها الجلبانه، غنسد على الطاجين ديالي واحد المده ديال 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه طيب ليا الجلبانه وطيب ليا الكفته ديالي. كنضيف عليهم كتزيين شويه ديال الزيتون وشويه ديال الحامض مصيار وشويه ديال الربيع اللي كنت خليت من داك الربيع اللي ضفته في الاول. والطاجين ديالي كيكون وجد بواحد الطريقه سهله وبسيطه، لكن مزروب، فبامكان انك دير هاد الطويجين هذا غادي يعني يقتصر عليك الوقت. نتمنى اقتراح اليوم ينال اعجابكم ويلبي الطلب ديالكم. وإلا عجبتكم وصفه اليوم كيف العاده ما تنساوش تخليو لي لايك للتشجيع، شاركوا الوصفه مع احبابكم واصحابكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. نتلاقاو في فيديو اخر، مع السلامه.